هو انا كل ماتش هقعد كده، يعني انا كل ماتش هيبقى بالحزق ده وبالزنق ده وبكل حاجه. بنبدا اول ربع ساعه 10 على 10، بعد كده حد بيطفي النور. إيه في ايه يعني؟ لو حد عنده بس صفقه كانافارو مثلا او مالديني لدفاع الاهلي، يا ريت حد يقول لنا. الاهلي بيتصدر الدوري وبيكسب الاتحاد السكندري 2-1 بعد بقى شويه اكشنات غريبه وشويه اكشنات عسل والله. يعني بدأنا بالتشكيلة تقريبا هي مش بنغير، يعني فاهم؟ مش بنغير، يعني لو تحس ان احنا مش جايبين صفقات غير اللي بيلعبوا دول بس. انت بادئ اول برضه نفس الطريقة، هي المميزات العيوب، مش هتلاقي حاجة جديدة. المثلث ناحية اليمين هاني بن رمضان وزيزو، وناحية الشمال بن شرقي وتريزيجيه و... وكوكا. كوكا، الحمد لله انك اتطردت، والله الحمد لله. يعني احنا جايين. فانت عندك المثلثين دول هم اللي بيعملوا الشغل، بس بيبقى المثلث اللي بيبقى جاي منه خطوره اكتر وجاي منه قوه اكتر هو المثلث ناحيه اليمين اللي هو هاني وزيزو. بن رمضان ما تقدرش تقول منه حاجه، يعني ما تقولش حاجه. مشكله بن رمضان بكل سهوله، مشكله بن رمضان ان هو ناحيه اليمين. شوفوا لما كان كويس في كاس العالم للانديه كان بيلعب ناحيه الشمال. في بدايات الدوري لما كان بيجي خطوره منه او لما عمل اسيست لزيزو او في ماتش مودرن، كان ايه؟ كان من ناحيه الشمال. جه ناحيه اليمين خلاص اختفى. اقول لك على حاجه، خد بقى الحته دي. لما في اخر الماتش النهارده، لما حصل الطرد وكل الكلام ده، الكوره اللي بين رمضان الوحيده اللي شاطها على الجون لما راح ناحيه الشمال. لما راح الناحيه الدايره المربع اللي ما بين ناحيه الشمال ده اللي من عند خط 18، هي دي الخطوره بتاعت بين رمضان. هتوديه ناحيه اليمين، هتنزل نص الملعب، مش هتاخد منه اي خطوره. وده اللي فعلا موجود فيه بين رمضان الفتره الاخيره دي كلها بس. فانت عندك الخطوره كلها بتبقى من اتنين، هو زيزو ومحمد هاني. ولو انت هتقول على محمد هاني ان هو وحش، تمام، يبقى كده انت كده في حاجه غلط. لو ده ترند بقى، فاهم؟ وهزار وبنضحك وبنفنفن والكلام ده. لان يعني هو بقى هيعمل ايه تاني؟ اصل دلوقتي مش محتاج يعني لا. هو محمد هاني بيلعب لوحده طيب ولا ايه بالظبط؟ يعني وكل ماتش بيعمل لك مساهمه، كل ماتش هو بيضغط، كل ماتش بيعمل عرضيات. يعني طبعا يعني ايه؟ هتقول لي طيب لا ليه مش بيجيب اجوان كتير والكلام ده لا احنا كنا فين وبقينا فين؟ يا راجل يعني احنا نسينا، بننسى بسرعه احنا والله. لغايه ما انت عندك الخطوره جت بتيجي دايما من ناحيه اليمين، لغايه ما كل ضغط ضغط ضغط، كوره حلوه قوي من محمد هاني، طوليه ضربت الدفاع بتاع الاتحاد السكندري كله. وزيزو تمام حلوه قوي رفعها على الطاير لبن شرقي، استلمت بن شرقي. يا لهوي على استلام بن شرقي، حاجه حلوه قوي قوي قوي. يعني متخيل ان احنا جبنا اللي من الزمالك، عرضيه زيزو اللي احنا كنا عايزينها، تمام، استلمت بن شرقي تحت ضغط وهيسددها جون، فاهم؟ مركز زملكاويه. زيزو رفع، بن شرقي استلم، ريحها وشاطها على الارض، جون. الجون الاولاني. بعد كده إيه اللي حصل؟ ما تعرفش، فاهم؟ كرة تريزيجيه في العارضة من ناحية الشمال، تفهمش. بعد كده بقى ايه؟ بتحس بقى ان كل الاتحاد السكندري كل شويه يروح بانفراد من ناحيه العمق. طيب الدفاع فين؟ طيب الدفاع مثلا متقدم؟ لا الدفاع مش متقدم. طب الدفاع، طب يعني رايح ناحيه اليمين ناحيه الشمال مثلا عشان الباكات طايره. الباكات طايره فين اساسا؟ الباكات راجعه. طب ليه كل يعني انفراد؟ مفيش دفاع، مفيش ياسر ابراهيم، مفيش ياسين مرعي، مروان عطيه. سلام عليكم يا ريس، سلام عليكم، سلام عليكم يا ريس كده. مفيش اي حاجه من مروان عطيه عامه. وقبل ما يخلص يعني الاتحاد السكندري كان عايز يدينا واحده موجه كده، فاهم؟ يعني كوره كورنر اترفعت الدفاع الهجوم بتاع الاتحاد السكندري، او لا الدفاع بتاع الاتحاد السكندري، شاط بدماغه، الشناوي لحقها، ام ياسر ابراهيم لحقها برده، وتطلع بره. انت فاهم اللي هو الجون ده؟ يعني باين ان الاتحاد السكندري هيجيب جون. يعني انت دلوقتي لو بتلاعب اي فرقه الكواليتي بتاعها قوي، الهجوم بتاعها قوي، فعلا لعيبه تقيله، هتهدد مرماك وهتجيب اجوان وممكن تكسب كمان. لان هم بيروحوا كتير على الجون. بالك الاتحاد السكندري مثلا في المراكز الاخيره في الدوري وجاب جون، وكان هيجيب التاني، كان هيعمل كل حاجه. فانت دلوقتي انت اي فريق بقى بيهدد جونك، اي فريق. الماتش اللي فات ايجي النوار، ايجي النوار ده بيهدد جونك، كل بيهدد جونك. الدفاع بتاعك مستباح بشكل مش طبيعي. الشوط الاول بيخلص تخش على الشوط الثاني نفس الكلام، لغايه ما كوره كورنر من زيزو تيجي تتخبط في ايد عبد الغني اللي هو بتاع اتحاد سكندري، ضربه جزاء، زيزو يخش يسددها، الجون الثاني 2-0 للاهلي، تمام. بس كل هجوم اتحاد سكندري منين؟ من ناحيه الشمال، عمق او شمال، بس الاكتريه شمال. يعني الشمال هو فيها مين؟
كوكا 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 بقى، ويا ريته مثلا بيعمل تغطيه تغطيه على اللعيب اللي هو الباك، او اللعيب التاني اللي هو بقى يا اليادي يا سوفيور اوكيم، ولا يا ده او ده، ولا ده ولا ده، هو واقف في النص. في حد بيقف في النص الحركه دي بناخد الجون بعديها على طول، على طول والله. يعني واقف كده، ايه ده؟ إيه ده؟ يعني انت ولا رحت على ده ولا رجعت على اللي بيجري ورا. الكوره عادي جدا، بيروح ابو بكر اليادي ده بيعملها بالعرض، فادي فريد يحطها، خلاص جول. ياسر ابراهيم طبعا رايح معاه، يعني فاهم انت، عادي فاهم، رايح معاه نزل معاه الشارع، خلاص جول. الجول الاول للاتحاد السكندري. مفيش بقى، بص مفيش 3 دقايق عديناهم، مفيش 3 دقايق. كوره برضو من ناحيه الشمال، هي بالظبط ناحيه الشمال اللي هي عندنا، مش هي بالظبط. ترفع برضو من ابو بكر اليدي برضو، هي لغايه ما تلاقي ان كريم الديب بيشوطها، لكن بتيجي، بص الشناوي اترمى هنا، الكوره هتتعدت من جنب العرض. بس لغايه كوره تانية، ما انا لا احنا هنخلص على كده، لا والله ابدا. اخر 10 دقايق دي كانت حبشتكنات. قام كوره تانية، ابو بكر ليه يادي، هو برضه رايح ناحيه العمق، كوكا يا سلام عليك، هو كده كده واخد انذار في الشوط الاول بغباء برضه، وعلى بقى بكر اليادي برضه ما فاهم برضه، ويقوم داخل عليه ويلبسه ويبقى انذار تاني وطرد. يعني ده اصلا مش المفروض يا جماعه بيطلع من الشوط الاول، ده المفروض اصلا يطلع من النادي كله، وده المفروض يطلع من النادي كله. هتفضل عايش ان انت حطيت اخوان الفينا في جيبك؟ ما هو مش هنفضل كده. طيب ما بص يعني، الحمد لله يعني كريم الديب نفسه اللي هو القائد بتاع الاتحاد السكندري، يعني كان عنده انذار، اعترض في كوره، خد انذار تاني وطرد، الحمد لله. بعد كده اصلا الاهلي كان منزل شكري عشان يقفل ناحيه الشمال، كان نزل عبد القادر، بعد كده نزل لك اليو ديانج مكان مروان عطيه، ونزل طاهر محمد طاهر مكان جراديشار، ونزل عمر كمال مكان زيزو. شكري كان لسه راجع من الاصابه، لكن برضه في كذا كوره بتاعت، بس انا عايز باك شمال اصلي، خلاص خليه موجود، عايز باك. اقول لك على حاجه، نزل لي شوبير باك شمال، انا ما عنديش مانع، لكن الشيء ده مش عايزه. انا مشجع اهلاوي، مش عايزه. مش ناقص كل ماتش بحرق الدم بالشكل ده يعني. لغايه ما لعيبه الاتحاد السكندري اخر 6 دقائق ضغطك بس. انت كمان ما رحتش غير بالكوره بتاعت رمضان شوت وبس كده. طبعا طاهر محمد طاهر ياخد الكوره، فاهم، هيفضل ايه، بيبص اي حاجه. عارف انت في لعيبه بتطفش الكوره، بتطلع كوره باي حاجه عشان تنجز منها، اي حاجه بس. لغايه ما خلاص الماتش بيصفر، الماتش بينتهي، وانت عندك مشكله في العمق، مشكله في الدفاع، يعني مشكله خط الدفاع ده كله، بسم الله ما شاء الله، 10 على 10، 10 على 10 والله. بس ومروان عطيه بتلاقيه مع المنتخب اوفرات وعرضيات وبتاع، معانا احنا اخره هيدي الكوره ناحيه الشمال ناحيه اليمين ورا بس، بس كده. ونفس المميزات، هي نفس العيوب. بن رمضان هو يروح ناحيه الشمال، ونفس اللي قلناها في اول بالظبط. ما فيش اي جديد. تتصدر الدوري 21 نقطه، 10 ماتشات، لسه عندك برضو ماتش تاني عشان تبقى مكامل مع باقي الفرق، تبقى 11 ماتش. فانت نشوف حاجه بقى يعني، طالما كوكا مش موجود هتشوف مميزات ان شاء الله، ان شاء الله تشوف مميزات. بس التكوينه بتاعت الدفاع دي، فاهم، ما نروحش نلعب بيها مركز شباب الحبانيه صراحه يعني. فالحمد لله على المكسب، الحمد لله على المكسب، الحمد لله. وايه الحكم ده؟ الحكم ما يحكمش في دوره رمضانيه والله. ايه الحكم ده؟ حكم ضايع في كذا كوره كانت والله اتحسبت تسلل وهي مش تسلل، سواء على الاهلي او على الاتحاد السكندري. فاهم، طقم حلل ده بقى بجد اللي بيتقال عليه طقم حلل، مش طقم حكام. ده ضايع، طقم حكام ما فيش. يعني يا جماعه ده جايبينه من المدرسه ده ولا من ايه بالظبط؟ في ايه يعني؟ مش كده والله. وكل الكور قرارات غريبه، غريبه. اخر ضربه الجزاء علشان يديها، قعد 300 سنه بره علشان يدي ضربه الجزاء. فالحمد لله الاهلي كسب، كسبنا 2-1، طرد هنا وطرد هنا، فاهم، بتحنكش وخلاص، فاهم، وتتصدر الدوري. نفسنا نشوف، بس عارف مش عايز اشوف مميزات، بس عايز اشوف العيوب اللي عندي تقل، او العيوب اللي عندي تتشال. مش عايز حاجه تاني والله العظيم. الف مبروك والسلام عليكم.